أول خطوة هنعمل صوص كده هنضيفه مع الرز مع التسوية، هيكون عبارة عن طماطم وفلفل أخضر وفصين من التوم. هنضربهم كويس في الكبة لغاية لما يكونوا معجون زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده هنسويهم أو هنسبكهم شوية في طاسة على النار فيها شوية من الزيت، وأول ما الزيت ده يسخن كويس جدا هنضيف عليه معجون الطماطم اللي عملناه، وهنسيبه على نار هادية كده لمدة 5 دقايق بالظبط لغاية لما يتسبك كده ويتقل شوية والمية اللي فيه كمان كلها تتبخر. بعد كده هنخليه على جنب ونبتدي في الرز. شوية من الزيت على النار وممكن كمان مكعب من الزبدة. أول ما يسخنوا هضيف عليهم فصين بس من التوم مفرومين أو متقطعين صغير، شوحتهم كده كويس لغاية لما دبلوا. أنا مش عايزاهم ياخدوا لون، أنا عايزاهم بس يتبلوا. ضفت عليهم نص بصلاية أو بصلاية صغيرة متقطعة جوليان وهقلبهم كده مع بعض. أول ما البصل كده دبل مع التوم ضفت عليهم شوية من الكرنب المتقطع، ممكن تقطعوها جوليان ممكن تقطعوها مكعبات زي ما أنا عملت. بعد ما الكرنب كده دبل هضيف بقى بقية الخضروات اللي عندي. استخدمت هنا فلفل اخضر رومي وقطعته برضو جوليان، تقدروا تستخدموا فلفل الوان زي ما تحبوا. ضفت كمان هنا مكعبات من الجزر وشويه من الفاصوليا الخضراء، استخدمت تقريبا بس 3 قطع، وضفت على كل ده شويه من الملح علشان يتبلوا بسرعه. قلبت بقى كل الخضروات الحلوه دي كده مع بعض، وعايزه اقول لكم ريحتها مع بعض عامله ميكس تحفه. لما الخضار كده دبل بالشكل ده ضفت عليه بقى صوص الطماطم اللي سبكناه في الاول خالص. قلبت كل الخضروات دي وعملتها ميكس كده مع الصوص ده. وكنت في الأول خالص قبل ما أعمل أي حاجة سلقة رز بسمتي أبيض، سلقته بشوية منكهات كده، ورق لورا وحبهان وملح وشوية من الزيت، وخليته على جنب بعد ما سلقته. دلوقتي أنا ضفته على الخضار والصوص ده، وضفت عليه شوية من الفلفل الأسود ورشة بسيطة من الملح، وآخر مكون خالص هو شوية كده من البصل الأخضر. قلبه بقى كويس جدا كل ده مع بعض علشان الصوص يختلط بالرز ويختلط بالخضار كويس جدا لغايه لما كل حاجه تندمج مع بعض. ضفت اخر حاجه خالص رشه بسيطه من الجرام مسالا، هتلاقوها عند اي عطار او ممكن في اي سوبر ماركت كبير. عباره كده عن توابل هنديه بس هتدي للرز طعم حلو قوي، هيوديه في حته تانية خالص. هتخلوا الرز كده على نار هاديه بس لمده 5 دقايق عشان التوابل كده تندمج مع الرز وكل حاجه تبقى واخده من طعم بعض. اعملوا جنبه بقى اي نوع من انواع البروتين، لحمه او فراخ. من احسن وصفات الرز اللي عملتها، هستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم.